الجامعة كانت قد تدرجت في زيادة الموارد الذاتية لتغطية مصروفات الميزانية التشغيلية. بدأنا في العام 2016 ب41%، ثم زادت في السنة التي تليها إلى 60%، وكنا نخطط هذا العام لنبلغ 81% من الميزانية التشغيلية من الموارد الذاتية. مع الظروف التي أحاطت بالجامعة خلال السنة الماضية، استطعنا في التقرير الذي أعد لمجلس الأمناء أن نحقق نسبة 77% من الميزانية التشغيلية من الموارد الذاتية. الجامعة في مجال استخدام التقنيات الحديثة أسست مركز التعليم الإلكتروني، دخلت في مجال الامتحانات الإلكترونية. كل الامتحانات الآن تستخدم الوسائط الحديثة في الامتحانات. كنا بنتكلم عن بصمة تساهم بها جامعة أفريقيا العالمية في المعرفة. أعطيت الجامعة كل الميزات والحصانات والامتيازات بشرط واحد، على أن لا تؤوي أحدا يعمل عملا عدائيا ضد دولة المقر أو أي دولة أخرى يمكن أن يحرج دولة المقر، ونحن ملتزمون بذلك. وأنا أنصح بأن يكون ذلك سبيلا للحفاظ على استقرار هذه الجامعة. في القرار رقم 11 في اجتماع مجلس الأمناء عام 2013، وذهب وفد من مجلس الأمناء للرئيس وقتها وقالوا له: نحن اخترنا فلان هذا مديرا للجامعة ونرجو أن يعفى من أي عمل سياسي. أنا كنت عضو في البرلمان، تركت البرلمان، كنت رئيس للجنة الحوار في حول المنطقتين، أعفيت من رئاسة اللجنة، انقطعت صلتي بالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، الأمانة العامة للحركة الإسلامية، تفرقت تماما للعمل في الجامعة. نحن جامعة فيها طيف واسع من الدول في أعضاء مجلس الأمناء، فيها طيف واسع من الطلاب من جنسيات مختلفة. لو فتحنا باب العمل السياسي لكانت هنالك مصيبة لا يمكن أن تسد أبدا. جامعة أفريقيا العالمية ليست جامعة سودانية، النشاط السياسي فيها ليس مطلوبا، ليس هنالك جهة عندها مصلحة في نقد رسالة الجامعة ولا في تعطيلها ولا في إيقاف مهمتها ولا كذا ولا كذا. السودان دولة مقر للجامعة. حكومة اليوم رأت أنها عندها بعض التعديلات والتغييرات لها ذلك. هذا الخطاب كان مفاجئا بالنسبة لنا. أنا ليس من طبعي إذا صدر قرار بهذا المستوى أن أعمل على إلغائه. ده مستوى رفيع في الدولة يتعلق بطرف خارجي. أنا لن أكسر هيبة الدولة السودانية بأن تتخذ قرارا في أمر ثم تتراجع عنه. أنا في هذه الجامعة سنة 82 قصرت في حق أسرتي لأقدم لهذه الجامعة ما تستحقه. أنا عندي 5 أولاد وبنتين، لكن الآن عندي 40,000 ولد وبنت في أفريقيا. والله أعتز بهم كما أعتز بأبنائي، وأجد من احترامهم وأدبهم أكثر مما أجد من أبنائي في البيت. هذا مشروع لا يمكن أن يفرط فيه أصلا. أنا والله أغادر هذه الجامعة وأنا سليم الصدر تجاه أي شخص في هذه الجامعة، ولا أجد حرجا في الاعتذار لأي شخص